السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم المطبخ البلدي مع ام احمد. النهاردة ان شاء الله هنطلع بقى من المطبخ خالص ونخش على طبعا انواع الصبغات. بصوا ما شاء الله، انا عايزة اوريكم الجمال بتاع الصبغة بتاعتنا. كان عطتني الوان تحفة بجد بجد. نوع الصبغة ده تحفة، وطبعا مش غالي خالص. يعني بسعر حنين جدا ورخيص جدا، والله والله. مش مكلف جدا وهيوفر عليكي وتعمليها في البيت، وحاجة كده تحفة. بصوا ما شاء الله الالوانات بجد بجد عطتني الوانات جامدة. بص ده الشعر اصلا قبل انا ما اعمل الالوانات اللي انتوا شفتوها. اول حاجة هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. واللي طبعا بيشاهد الفيديو اهم حاجة يعمل لي لايك ويعمل اشتراك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد. طبعا اول حاجة طبعا عشان الشعر بيبقى لونه اسود لازم نعمل لون، نغير لون الشعر. معايا طبعا هنا طبعا مش بنستغنى عن الصبغة بتاعت الرويال. صبغة رويال طبعا دي اللي بتغير لي لون الشعر. هنا انا حطيت طبعا كيس الرويال بتاعي، وحطيت معلقة صغيرة كده من المسحوق بتاع الرابسو اللي عندك، الاوكسي برسيل، اريال، اي نوع مسحوق بيفعل معاكي الاكسجين بتاعك او الصبغة بتاعتك. طبعا انا هنا هفضي الصبغة الرويال ديت عشان انا عايزة افتح الشعر الاول. ما ينفعش نعمل اي لون على الشعر هو غامق. طبعا فضيت هنا البودرة وحطيت عليها معلقة المسحوق اللي هو الرابسو. ممكن تستغني عنه برضو، بس يعني انا جربت الطريقة دي كذا مرة والطريقة ديت كانت حلوة معايا. وحطيت هنا الاكسجين بتاعي. طبعا علبة الرويال بيكون فيها القلابز دوت او الجوانتي ده. بتلبسيه باي توكة وتقفلي على ايدك عشان ما يهربش من ايدك. طبعا الشعر بيكون مغسول جدا ويبقى ناشف ويبقى جاف جدا، ما يبقاش فيه اي مادة دهنية. زي ما انتوا كده شايفين الشعر عامل ازاي. هنبتدي بقى نحط بقى الصبغة بتاعتنا. الاكسجين بتاعنا هنفتح الشعر الاول، لازم نفتح الشعر الاول. وهنبتدي بقى بعد كده هوريكم الخطوات كلها. طبعا انت لو عندك الفرشة بتاعة الصبغة ممكن تشتغلي بيها. انا طبعا ما عنديش، بس طبعا ايه، انا لابسة القلابز او الجوانتي وهعرف اشرب الشعر كويس. انا هبتدي كده اشرب الشعر بتاعي كله. انا عايزة افتح الشعر كله الاول. احط طبعا كده في الراس واشرب كل الفروة، وبالمشط همشط كل شعرها كده بنفس الطريقة. يعني لازم اشرب شعرها كله. هنا كده بصوا ما شاء الله علبة الاكسجين يا دوبك جت في الشعر. هحطه بقى كده بنفس الطريقة، وهبتدي بقى بكيس نايلون او او بونيه هتلبسيه للشعر. لو عندك بونيه تلبسيه للشعر. انا كده خلاص شربت الشعر كله. بس بصوا بدأ يلون معايا ازاي وانا لسه ما حطيتش عليه الكيس المشمع. هبتدي كده احط بقى الكيس وهنغطيه بقى ونلفه بأي قماشة ونسيبه بقى ايه يتفاعل الشعر. طبعا اول حاجة بتعملي بصوا ما شاء الله، يعني بتغطيه وبعد كده ايه اهو بدأ معايا. بصوا اللون بدأ يدينا اللون ده. اللون ده برضو ما كانش وحش، كان جميل جدا، بس هي كانت طالبة اللون اللي انتوا شفتوه في الاول اهو. بصوا طبعا انا حطيت ليه فروة الراس من فوق. انا حطيت في فروة الراس عشان خاطر شعرها من قدام كان غامق قوي، لكن من ورا كنا عاملينه وكان راجع لورا اللي احنا كنا عاملينه. بصوا بقى كان فاتح ازاي واللي قدام كان غامق شوية. هنبتدي طبعا هنا غسلنا الراس الشعر كويس وسيبناه لما نشفناه. هنبتدي هنا معايا طبعا البلد بتاعتنا. الصبغة البلد جميلة جدا والله، استعمالها جميل جدا ومش رخيصة، مش غالية خالص. دي ب45 جنيه. يعني حاجة كده جميلة وبتخلي الشعر، وفيها كل درجات الألوان بجد، أي لون انت عايزاه. طبعا دوت كان مكتوب عليه الأشقر الفاتح اللي هو رقم 8. زي ما انتم شايفين كده. بصوا دي بلسم، ده المثبت، وواحدة الأكسجين، والتانية الصبغة بتاعتنا. وهنا طبعا الإرشادات بتاعة الطريقة اللي انت بتعملي بيها. أنا حبيت أفتحها لكم وأوريها لكم عشان لو جبت العلبة هتعرفي الطريقة منها. يبقى كده وفي برضو في قلبز معاه. يبقى كده الإزازة البيضة ديت فيها الأكسجين،
والأنبول دوت في الصبغة، والباكت الصغير دوت ده المثبت. او البلسم بيطر الشعر جدا. اول حاجة هنحط الصبغة بتاعتنا دي. الصبغة زي ما انا قلت لكم، الصبغة ديت على حسب اي اللون اللي انت عايزاه. بتشوفي اللون اللي انت محتاجاه ايه وبتقولي له. طبعا انا همسك انزل كده بجد بجد، بتغرق الشعر، بتخلي لونه جميل جدا. طبعا على اي لون انت عايزاه، في اشقر فاتح وفي اشقر غامق وفي بني فاتح وبني غامق واسود وكاستنائي. طبعا انا فتحت العلبة من الناحية اللي هي من تحت دي، وحبيت اوريكم يعني ان الطريقة كده بتبقى اسهل، وتنزلي بنفس الطريقة كده بالمشط كده، بظهر المشط هتزقي كل كده زي ما انت شايفة كده، بتطلع لك بتعصر لك كل اللي فيها. طبعا هنشيل احنا محتاجين كل نقطة فيها. وهنا طبعا كده حطينا الصبغة. هنحط بقى الاكسجين بتاعنا، كل حاجة العبوة بتاعتها على قدها. هنفضي كل الاكسجين بتاعنا، وهنبتدي بقى نقلب الخليط بتاعنا ده. طبعا في اي بولة، او عندك طبعا البولة بتاعت الاكسجين بتحطي فيها، وعندك مشط الاكسجين برضو، او بتاع الصبغة، طبق الصبغة او المشط بتاع الصبغة بتشتغلي بيه. انا طبعا ما عنديش، فطبعا في اي طبق عندي كده حاطه في طبق بلاس طبق استانلس. وهنا الشعر بقى هبتدي بقى ايه رفعت الشعر لفوق وابتدي اشتغل من تحت. انا بصوا باخد من تحت، رفعت شعرها لفوق وهشتغل من تحت. بصوا بجد بجد، طبعا لازم بتفتحي الشعر خالص عشان تاخدي اللون اللي انت عايزاه. يعني لو كنت قدرت تفتحي عن كده ماشي. بصوا هبتدي بقى ايه افرد الشعر، واحط افلق الشعر من بعضه كده واحط. طبعا انا شغاله، انا بحس ان انا ايدي بتتحكم في الحاجه اكتر وبشربها كده اكتر. اعمل نفس الطريقه، افلق الشعر كده وبايدي كده كنت شغاله. وهمشط بقى الشعر كده، هشرب كل الشعر من الصبغه بتاعتنا الجميله دي. هنسيبها زي 20 دقيقه كده. هتيجي معاكي اللون التحفه ده. بصوا ما شاء الله لما بتتغسل بيبان اكتر جماله. طبعا هي كده اول انا ما شلت من عليها الكيس المشمع، بتحط عليها كيس مشمع وتسيبيها 20 دقيقة، نص ساعة عادي. كل ما تقعد ما تخافيش منها، مش بتأثر في اي حاجة بالشعر. طبعا انا غسلت الراس كويس. بص بقى ما شاء الله عطيني الالوان الجميلة دي. انا غسلت الراس كويس وشطفتها لها، وهبتدي بقى احط المثبت او البلسم. بص انا مشطته كده عشان اشربه من كل البلسم او المثبت بتاعه. زي ما انتوا شايفين كده هنقصه وهنفضيه، مش هفضيه في علبة لانه مش محتاج على الشعر كده. وهبتدي افضي واشرب كل شعرها منه اهو. بصوا بالمشط كده وهمشط واشرب الشعر كله منه. بجد بجد كان مخلي الشعر طري جدا. وبصوا ما شاء الله طر الشعر ازاي اهو. حاجة كده تحفة وجميلة. وبص الالوانات التحفة بقى الجامدة بتاعتنا دي. بجد بجد نوع الصبغة البلد دي جميلة جدا. صبغة بلد تحفة ما شاء الله عليها. عايزه اوريكم بقى، مشيت لكم الشعر اوريكم الجمال. بجد انا ابهرت بالالوانات اللي طلعت لي دي. بس اكتر حاجه عطتني الوانات كتير اللي هو الديل، عشان كان هو فاتح قوي. يعني كل ما تفتحي شعرك من فوق هيديك الالوانات الجميله. يعني حاولي تفتحي شعرك اكتر هيديكي ده، عشان كان فاتح قوي. بصوا قلب معايا بالوان ازاي، غير من قدام عطى لون واحد عشان الشعر كان لون واحد. واهم حاجه يا رب يعجبكم الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بص الجمال، حاجه كده تحفه. اهم حاجه ما تنسونوش في اللايك.